السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة هنحلل مباراة النادي الأهلي ومباراة البنك الأهلي اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. بداية لي تعليق: بدل ما النادي الأهلي نجم المباراة هو مصطفى شوبير، يبقى النادي الأهلي كان ما بيلعبش خالص والبنك الأهلي هو اللي كان بيسبب خطورة على النادي الأهلي. وده اللي حصل لما يكون نجم المباراة مصطفى شوبير. طب النادي الأهلي النهاردة بادئ بتشكيلة، يعني إن إحنا قلوب الدفاع بتوعنا ياسر ورامي، وقدامهم كوكا ومروان عطية. طب إحنا دلوقتي النادي الأهلي طول الشوط الأول ما كانش ليه وجود. ليه النادي الأهلي طول الشوط الأول ما كانش ليه وجود؟ إحنا أي ألف به كورة، أي فريق كبير في العالم لازم قلوب الدفاع بيعرفوا يلعبوا كورة كويس، وده مش متوفر في النادي الأهلي غير في لعيب اللي هو يوسف أيمن. ويوسف أيمن المدرب خلاص علم على إكس ومش هيلعب. إحنا عندنا رامي وياسر نفس البروفايل، نفس الشكل، ما بيعرفوش يطلعوا بالكورة كويس. معهم أشرف داري المصاب حتى الآن برضه نفس البروفايل، يعني أشرف داري مش نفس بروفايل محمد عبد المنعم، هتلقاه بيلعب بالكوره كويس. طب احنا في ظل ان قلوب الدفاع الاثنين ما بيعرفوش يلعبوا بالكوره كويس، يبقى المطالب ان نص الملعب يبقى فيه اثنين تمنيات جامدين، هم اللي ينزلوا من تحت، هم اللي يعرفوا يطلعونا بالكوره ونعرف نطلع بالكوره. طب النادي الاهلي بيلعب لي بكوكا ومروان عطيه. كوكا ومروان عطيه اخرهم يعرفوا يباصوا استلام وتسلم، الا مش هيضيف لك في الناحيه الهجوميه اي شيء. النادي الاهلي عقب امام عاشور، واحنا مع النادي الاهلي انه عقب امام عاشور. بس انا قلت يا جماعه في فيديو قبل كده، قلت حتى لو امام عاشور في مستواه، لو امام عاشور في مستواه في اقوى مستوى ليه، احنا محتاجين لعيب رقم 8 تاني قوي زيه. النادي الاهلي اللي هو اقوى نادي في افريقيا وطلب يكون الاثنين رقم 8 عنده جامدين وبيعرفوا يصنعوا لعب. النادي الاهلي في ظل غياب امام عاشور واثنين بيلعبوا زي كوكا ومروان ما عرفش يطلع بالكوره. طب احنا دلوقتي مش المدرب كان عاوز محمد علي بن رمضان وما عرفناش نجيبوه له، وجبنا له عمر الساعي في الاخر اللي مش مقتنع بيه. الظاهر انه مش مقتنع بيه ومش بيلعب. انا مقتنع بعمر الساعي، لعب كويس، كان في الاسماعيلي لعب كويس، بس المدرب بتاعك عنيد. ده المدرب بيقعد للدقيقه 71 مع انه بيشوف التشكيله بتاعته. يعني التشكيله بتاعت النادي الاهلي بتكون مش كويسه، وبيكون النادي الاهلي مضغوط، والمفروض المطالب يعني لو انت انسان عرفت غلطك المفروض تغير بدري، مش نقعد شوط و20 دقيقه النادي الاهلي مزنوق ومش عارف يعمل اي حاجه بالكوره. لا، بسرعه تدارك الامور، حل الامور وشوف الغلط فين. بدات انت الشوط الثاني نزلت عمر السوليه. عمرو السوليه بس 5 دقائق على بعض الاهلي مسك فيهم كوره، وبعدين رجع النادي الاهلي. والنادي الاهلي المفروض اللعيبه عندها دوافع. المباراه اللي فاتت طالع تعادل وانت بتجمع نقط في الدوري، طالع تعادل، المفروض يبقى عندها غيره وحميه ان هي تكسب، وده ما حصلش. غير ضعف الدكه بتاعتك، يعني ضعف الدكه بتاعتك. النادي الاهلي عنده ضعف في الدكه. اما انا اخلي يحيى عطيه الله هو وينج الفريق، جناح الفريق، عشان طلعت قفشه وحسين الشحات في ظل ان نطالب هجوميا والدكه ضعيفه عندي، واخلي يحيى عطيه الله هو جناح الفريق، يبقى عندي مشكله هجوميه. عندي محمود كهربا لازم تجي له 15 كوره غير ما يجيب منها كوره. احنا بنزعل على اللاعب اللي يكون عنده بس مش قادر. يعني انت مش مهتم بلياقتك البدنيه وبتاع، ما الجمهور هيقف في ظهرك لغايه امتى؟ اما تضيع لي كل مباراه كوره سهله بالطريقه دي، يبقى انت الجمهور هيقف في ظهرك لغايه امتى؟ اما النادي الاهلي يبقى لا، النادي الاهلي متعادل سلبيا، واللعيبه مش عندها غيره ومتعادله الماتش اللي فات، ومش عندها غيره ان هي يعني تلعب وعادي والكره تطلع اوت وعادي نتعادل عادي. المدرب لما ينزل كريم الدبيس واحنا متعادلين يلعب باك شمال، اعرف ان الدكه بتاعتك وان مجلس الاداره قصر ان ما يمشي احمد عبد القادر، وفي ظل عدم اقتناع المدرب برضا سليم وبيرسي تاو. يعني المدرب هو اللي مقتنع ببيرسي تاو ولا رضا سليم، ومشي احمد عبد القادر. وظاهر اساسا ما كانش محسوب، ده ظاهر ولا اتالق له ماتشين بس، وغير بعدها رجع لمستواه الطبيعي. وهو يعني مش عارف انا تالقه يعني تالقه مش التالق الواو قوي يعني. بس في ظل كده النادي الاهلي ما عندوش اجنحه وبيلعب بيحيى عطيه الله. يعني النادي الاهلي المفروض يراجع نفسه داخل على مباريات مهمه، داخل على مباراه زي ماتش الانتر كونتيننتال. هتلاعب الفريق البرازيلي اللي هو بوتافوجو اللي فاز امبارح، او هتلاعب باتشوكا المكسيكي. طب انت في ظل التخبط ده وظل المستوى اللعيبه عندك، هل هتقدر على الفرق اللي زي دي؟ بس كده. تقييم اللعيبه: مصطفى شوبير في حراسه المرمى 10 على 10. فخالد عبد الفتاح دفاعيا، عشان يعني مجمل لو هندوه 5 من 10 دفاعيا كويس، هجوميا ما فيش تأثير. يحيى عطية الله 5 من 10 برضه، يعني دفاعيا وما كانش ظاهر هجوميا قوي. عندك قلوب الدفاع: ياسر إبراهيم هديه 4 من 10. رامي ربيعة 4 من 10. مروان عطية 3 من 10. كوكا 3 من 10. يعني نص الملعب هيستوي هم اخرهم، هو المفروض واحد منهم بس اللي يلعب.
يعني واحد بس الفرقه زي النادي الاهلي فرقه كبير، اه واحد بس احنا بنلعب مستويات اقل مننا. اما اروح العب مثلا ريال مدريد واروح العب الانديه دي وعاوز تحفظ شويه، اه ممكن العب باللاعب اللي هم اتنين رقم ستة بدافع وتحفظ، لان انا النادي الاهلي ونازل العب قدام الفرق دي، قدام فرق في الدوري المصري المفروض ان المطالب اهاجم. فاللي هم لو هم على تقييمهم فهم مروان على ست، مروان ثلاثة من عشرة، وكوكا ثلاثة من عشرة. لعب محمد مجدي قفشه 4 من 10. ما فاكرلوش غير الكرة اللي لعبها لحسين الشحات اللي ضيعها بكل رعونة حسين الشحات. حسين الشحات صفر. بيرسي تاو صفر. محمود كهربا برضه صفر. يعني تقييم اللعيبه برضه للنادي الاهلي النهارده مستوى النادي الاهلي، وان البنك الاهلي يعمل علينا كل الفرص دي والخطوره دي. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.